انا لقيت اللي بينصفني اقسم بالله كان زمانة الكابتن قاعد في البيت زينا، لان انا حلفت ان انا لازم يقعد في البيت زي ما قعدنا في البيت ودمر مالنا ومال ابوه. انما انا ما لقيتش حد ينصفني. طب الدقن دي ايه؟ لا 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 ما تاخدش بالكلام ده. لا 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 كل الكلام ده اهو. بقول لحضرتك بيقول ما لا يفعل. يعني ما هو ده اللي جنني، هو ده اللي انا جاي عشان انا عايز. انا لو اقدر اقف قدامنا نقابه الصحفيين وارفع اليافطه، وهو ده اللي ما انا خلاص طب يوم الليله. يعني ما ينفعش اترمي في المحاكم واقعد اصرف من دم الحي وعندي عيال بتتربى وهو عمال يلغي في الملايين وفلوسي وفلوس ابويا. ما بيقفش معاك في خالص خالص خالص. ده في الطراوه، عايش في الطراوه. ما الفلوس اللي وداها فين؟ انا عارف بقى الفلوس خدها وداها فين. يعني ده ايه يعني؟ ده واحد بيربي عياله يعني واخدها كان فلوسنا وعايش مع نفسه وسايبنا احنا في المحاكم في القضايا ويودينا النيابات. والحمد لله انا بحمد ربنا، لاني انا مش بقول حاجه يعني على ان اي حاجه، لاني كانت العمليه وصلت للمرحله قبل الثوره لمرحله لا يرثى لها. انا يعني اقرا ما بين السطور. يعني الثوره انقذتكم يعني؟ جدا. لا انقذت كله. لا 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 اصل يعني انا اقول لحضرتك حاجه. الناس المحترمه يعني الحمد لله هم كتير، بس تعالى اتفرج لما تيجي تخش على اي حد انا نفسك واحد قاعد بره طب اقول لحضرتك حاجه. طب احنا رفعنا عليه قضيه بتاعت اختنا لينا اخت متوفيه خد فلوسها بعد وفاتها منى عبد الغني، ورفع انا كنت خلاص هحبسه، بس انا رحت وقلت ايه؟ قلت ده اخويا وما فيش داعي. ثم اخواتنا لما دلوا ان في كان منى تلاقيها فلوس في البنك وهو خدهم، فراح رفع قضيه في النيابه عايزين نوصلهم. راح لولا العلاقات الحلوه اتحفظت في القضيه. تخيل انت لما يبقى ورق رسمي متقدم بيقول ان الواقع حصل بعد الحادث او بعد الموضوع بورق والنيابه تحتفظ. مين قال الكلام؟ يعني انت مثلا لما اصلا اختك متوفيه النهارده وانا رحت استوليت على اموالها بكره وورق رسمي متقدم للنيابه تحفظ الورق؟ طب اتكلم على الورق. مالك ومال بتكلم على الواقع حصل ولا ما حصلش؟ الورق بيقول حصل ولا لا؟ يعني واحد خد بتوكيل ملغي ومع ذلك ما خدناش فلوس وراحت الفلوس. عندنا العماره اللي في الله، عندنا العماره دي حضرتك تصور عندنا العماره اللي في روض الفرج كانت قبل البيت بتاع جدي تاني المكتب بتاع ابويا المحافظه ادت تعويض للناس الساكنه الشقه، خد الفلوس وما رضاش يكرر عليه وحاجات كتير. انا ليه انا كنت مديله فلوس مسلفه فلوس 60000 جنيه وكان مديني شيك. انا بكل حسن نيه سالني فين الشيك؟ قلت له اهو. كان خد الشيك هعلم عليه و60000 جنيه كلمه وانا مسلفه وكلم عليه لغايه دلوقتي. البلد دي يا ابني انت لا بقى اكتر من 10 سنين. فانت فلوس صغير. والله تعرف حضرتك ايه النتائج دلوقتي؟ انا قلت لك لولا ستر ربنا المحطه اللي هي على النيل هي دي اللي بيجي لنا من وراها قرش بقى ربي بيه عليها. دي قلت ابونا وانا ليا التلت والكابتن ليه التلت غير الجديده اللي واخدها دلوقتي. انا ليا التلت هو التلت واخوه محمد ليه التلت. عارف ليلة دي كان زميلتي سواق تاكسي او بشحت في الشوارع سبب الكابتن اللي كان تحت رجلنا ملايين اقسم بالله خير ما بعد سابوا ابونا ومع ذلك جه دمر عشان ياخدوا الوحيد. وده طبعا اثر على نفسيتك. طبعا اثر على نفسيته وعيان. انا عرفت ان احنا هنلعب على واطي واسود وهم هيلعبوا. ده مش زعل. خدت اسماء مش زعل. اول رحمه الدكتور قال لي مش زعل. والله قال لي ده مش زعل وانا مطبيعتي انك شويه واخد بال حضرتك. فقال لي ده مش زعل ماليش علاج. طب هو قلبه ما رقش محنش؟ لا اوعى تفتكر ان عنده قلب ولا عنده ايه.
لا ولا رحمه ابويا، ده ما عنديش رحمه، ده ما رحمش امه. في بيتها اللي في السبتيه راح خد شيك لوحده ب 100,000 وتيجي تساله يقول لك ده اموله. اموله يبقى مين؟